السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي. اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس ويدوس لايك عشان يا رب. الحمد لله قناتي بدأت تكبر بيكم يا امارات، وربنا يكرمنا ويكرمكم فيها يا رب. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رجب، ويا رب يبلغنا رمضان اللهم امين. ويرحم امواتنا المسلمين يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض بسلة. طبعا انا كنت مفصصاها زي ما انتم شفتوا، والجزر قطعته، وطبعا معانا طماطم مضروبه في الخلاط، وفصين توم دقاهم، ومعانا بصلايه قطعتها قطع صغيره. دلوقتي بوريكم ان البسله كانت يعني هم حابه، قلت هقسم، هعمل نصها يعني صبحه والنص التاني هفرزه ان شاء الله باذن الله عشان رمضان. طبعا كلنا بدأنا بقى نجيب حاجه حاجه على قدنا عشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعيننا ويعينكم يا رب اللهم امين. دلوقتي جبنا معلقه سمنه، ورحت نازله عليها بنص كميه البسله، ورحت مشوحاها وحط عليها شويه فلفل اسمر وبس كده. وطبعا كنت معليه النار عشان لما بتوطي النار بتنزل ميتها وبتكش وتبقى مش حلوه زي ما انتم شايفين دلوقتي. ما شاء الله، تحس ان الحبايه بحبايتها كده، عشان ما طولتهاش على النار وميتها ما نزلتش. تمام. في نفس الحله اللي انا حطيت فيها ال- البسله اللي انا فرستها وشوحتها كده، جبت البصلايه اللي كانت معانا وحطيت عليها شويه ملح وفلفل اسمر ودعكتهم في قلب بعض، ورحت نازله عليها بالمعلقه السمنه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده رحت نازله هعملها كلها ني في ني، مش هسبك اي حاجه، حاجه صحيه. وبعدين هنزل بقى عليها بالطماطم. وانا كمان يا جماعه حاطه البصلايه اللي عليها ملح وفلفل اسمر، حطيت نص كميه التوم، دعكتهم برضه في قلب بعض كده بالملح وفلفل اسمر، خليتهم ميتهم يعني ميه التوم وميه البصل تنزل في بعض كده. وبعد كده رحت مديه تقليبه بعد ما نزلت بالبصلايه والطماطمايه في قلب السمنه، رحت نازله بمعلقه التومه اللي باقيه، ورحت مقلبه كله في بعضه. وبعد كده سبتها لحد ما اتسبكت، حسيت ان هي عايزه شويه ملح تحطي. وطبعا اللحمه معانا كانت جميله ما شاء الله، كانت لحمه ملبسه كده وكانت حلوه. وحلاوتها ان هي تبقى فيها نسبه دهون كده، بتبقى جميله قوي في قلب الطبيخ بالذات الطبيخ. وطبعا سبتها بقى لحد ما الطماطم اتسبكت خلاص كده تمام ما شاء الله اتسبكت. هنزل عليها بقى بالشوربه، وبعد كده رحت نازله عليها بالبسله. شوفوا شايفين الحته دي؟ انا بحب بقى ايه، احط الحتت اللي زي دي مش ليا والله، دي دين من اللحمه. تمام، بتبقى بتدي طعم كده، الحاجات دي بتدي طعم. بعد كده رحت نازله بكميه البسله اللي انا كنت سبتها، غير اللي انا فرستها في قلب الحله وسبتها بقى لحد ما تستوي. تمام. ورحت بقى مغطيه عليها بس كده. بعد كده بعد ما تستوي رحت نازله عليها باللحمه، طبعا اللحمه كانت مستويه. ماشي. دلوقتي بقى طلع خلصنا الاكل وعملنا الرز طبعا بتاعنا بالشعريه الجميل. انا بحب اعمل رز الشعريه بالسمنه البلدي يا جماعه، بتبقى حلوه قوي. ما عندكيش سمنه بلدي مش مشكله، نعمل باي حاجه اللي ربنا يقدرنا عليه، واللي موجود في بيتنا الحمد لله نعمه ورضا وخير في البيت الحمد لله. احنا احسن من غيرنا كتير، نحمد ربنا يا رب. دلوقتي ده بقى منظر اكلنا، كان بسله ولحمه ورز وشوربه. يا رب اكلنا تكون عجبتكم، مع الف سلامه.